السلام عليكم يا محترمين. أنا جهاد كريم ودي قناتكم قضايا جهاد كريم، وحلقتنا النهاردة عن جريمة تمزق القلب وتكسر الظهر. جريمة جديدة بطلها مش مجرم صغير ولا بلطجي في الشارع، لا، دي جريمة من واحد شايب عجوز عنده محل بقالة وبيضحك على العيال بالبسكوت والشيبسي علشان يعمل فيهم الكارثة. الضحية المرة دي طفل صغير من محافظة كفر الشيخ، طفل بريء ملوش ذنب غير إنه كان بيلعب قدام دكان الراجل ده، وفجأة الدنيا اتقلبت. القضية بدأت لما الجد اكتشف المصيبة، والصدمة كانت أقوى من قلبه. مات من هبوط حاد في الدورة الدموية. الأب كان في المنوفية بيشتغل، وأول ما عرف جري على البلد، بس للأسف كان فات الأوان. أبوه مات من الوجع. الولد حكى وقال: بابا، الراجل ده كان بيديني باكو بسكوت، كيس شيبسي، ويدخلني جوه الدكان. أولها ضحك وبعدها قلعني البنطلون وقعدني على رجله. والكارثة إن الواقعة دي مش أول مرة، حصلت قبل كده ومحدش عارف. والمصيبة الأكبر إن ست من الجيران شافت المنظر، دخلت عليهم لقت الراجل قاعد من غير هدوم والولد قاعد على رجله. المشهد كان كافي إنه يقتل أي أب أو أم من الصدمة. الأب بيحكي وهو بيعيط: ابني اتدمر، البيت اتخرب، الناس بتعايرنا وبيقولوا علينا كلام يكسف، وأنا مش قادرة أتصرف، مش عارف أخد حقه ولا أخد حقي. والأم حالتها صعبة، بتبكي وتقول: ابني مش طبيعي، حالته النفسية منهارة، بقى يعملها على نفسه، بقى منعزل. والناس بدأت تخاف تقرب منه، وكأن الغلط منه مش من اللي اعتدى عليه. الراجل ده مش بس مجرم، ده شيطان في صورة بشر، بيقول للولد: لو قلت لحد هذبحك وارميك في النيل. احنا في قضايا جهاد كريم بنوجه نداء لكل محامي شريس، لكل مسؤول، لكل إنسان عنده قلب. الولد ده محتاج عدالة، محتاج حد ياخد له حقه. مش عايزين نسمع عن ياسين جديد ولا مريم تانية ولا ضحية جديدة كل يوم. شاركونا رأيكم في التعليقات وادعوا لنا نوصل صوت الناس الغلابة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل الحلقات الجاية.